اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. ازيكم يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. تعالوا بقى النهارده هنعمل حاجه كده لزوم الشتاء والجمال. طبق بليله بالكسكسي باللبن بالزبده وعليه مكسرات، طعمه خطير لا يقاوم. تعالوا ما اقول لكم الطريقه ازاي. ده بقى جبنا كيلو من الغله، نضفناه كويس جدا، وبعد ما نضفته غسلته كذا مره. وهنجيب طبق بلاستيك هنحط فيه الغله بعد ما غسلناها ونضفناها. هحط من الاول عليها شويه ميه من الكاتل سخنه جدا، وبعد كده هنزل عليها بشويه ميه ساقعه من الحنفيه. مش عايزاها كلها تبقى سخنه علشان القشره ما تطلعش مني، انا عايزه نصها سخنه نصها ساقعه. اهي دي حطينا السخنه بعد كده الساقعه. دي بقى هسيبها تتخمر من الصبح بالليل او من بالليل لتاني يوم. انا بصراحه كنت عاملاها العصر وكنت هعملها بالليل مثلا على الساعه 11 12 بالليل، فما عملتهاش بالليل. ده بقى تاني يوم جيت عملتها الصبح، تاني يوم الصبح بدري. اهو ده بعد ما خمرناها وصفيت من عليها الميه وغسلتها تاني. بعد ما صفيت من عليها الميه هجيب حله، وبعدين هنزل فيها بالغله، وبعدين هنزل عليها دلوقتي بميه. دلوقتي اهو نزلت عليها بالميه، هغطيها بالميه كده، غطيتها بالميه. هحطها على النار. طبعا هي لو عايزه ميه بزودها، هي عايزه ميه وهي على النار انا زودتها كده. هي دلوقتي على النار اهي، حطيتها على البوتاجاز على النار. هسيبها بقى مع نفسها كده. هي قربت تستوي، انا بوريها لكم اهي ان هي قربت. انا ما بحبهاش مستويه زياده عن اللزوم بصراحه، ما بحبش اكلها كده. انا بحب احس فيها تكه كده لسه. وده طبعا اللبن هنسيبه يغلي على النار، والبليله على النار قربت تستوي، هنسيبه يغلي على النار عشان نحط. جبت هنا طاسه هسخنها كويس جدا، وهنزل عليها بالزبده البلدي، وبعد كده هنزل على ده البليله اهي. بصوا مستويه وحلوه اهي. انت حابه تسويها عن كده سويها، بس انا ما بحبهاش مستويه اكتر من كده، كل واحده على حسب ما بيحبها. هنزل عليها بالكسكسي على الزبده وهقلبهم كويس جدا مع بعض. كفايه ان انت تاكلي بس الكسكسي كده بالزبده، طعمه رهيب خطير. نفضل نقلب فيها كويس جدا. طبعا معذرة على صوتي علشان انا بسجل الفيديو الساعة 8 الصبح، فلسه صاحية من النوم، قلت اسجل الفيديو دلوقتي وانا صاحية. طبعا حطيت زبدة كمان في الكسكسي وقلبتهم كويس جدا. جبت بولات وحطيت فيها طبقة تحت من البليلة، وبعد كده طبقة من الكسكسي، ونزلت عليها باللبن. وهسيح بقى زبدة دلوقتي على النار، ونزلت عليها اهي بالزبدة على الوش. عامله الوش كله زبده. طبعا انا عامله 5 بولات على قد اللي هياكلوا، وطبعا لسه في حد هياكل كمان شويه، فانا بعمل على قد اللي هياكلوا. لسه عندي لبن كتير ولسه عندي برضو بليله كتير. بصوا بقى، حطيت على وشها بعد الزبده حطيت مكسرات، كان عندي بندق وكان عندي لوز، كسرتهم وحطيتهم على الوش كده. بصوا الجمال عدى الكلام. جربيها بالطريقه دي مش هتندمي ابدا. بتدفي جدا في الشتاء، وبتبقى اكله سريعه كده وطعمها خطير. ما تنسيش تعملي لايك للقناه وسبسكرايب للقناه عشان يوصل لكم كل جديد. بحبكم يا احلى ناس في الدنيا. مع السلامه يا حبيب قلبي. طبعا نسيت اقول لكم ان انا سبت كل واحد يحط السكر بتاعه على البوله بتاعته حسب رغبته هو، بس انا حطيت سكر على البولات.